هذه أبرز العناوين. تفاجأت الجماهير المغربية قبل انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم بأيام قليلة بخبر إصابة المهاجم حمزة إيكامان. المهاجم المغربي غادر الملعب بعد 25 دقيقة من انطلاق مباراة فريقه للأمام ضيفه أولمبيك مارسيليا عن الجولة 15 من الدوري الفرنسي. نادي ليل يلتزم الصمت بشأن جديد الحالة الصحية للمهاجم المغربي. توقعات إعلامية بخصوص مدة غياب إيكامان وربطها بنتائج التقارير الطبية. تصريح مثير من مدرب ليل الفرنسي يتعلق بإصابة المهاجم إيكامان. وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي تلقى خبر إصابة مهاجمه إيكامان في واشنطن قبل حضور عملية سحب قرعة المونديال المقبل. ولمعرفة المزيد المرجو الضغط على الرابط أسفل الفيديو. وقبل الشروع في التفاصيل لا تنسوا مشاهدين الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما.